هتعمل ايه لو البيت وناسه والخمسه سته اللي احنا منهم هم سبب تعاستك؟ في فتره هتعدي عليك لا هتبقى فاهم اهلك ولا هم عارفين يفهموك. هما شايفينك ما تربيتش وما عندكش دم، وانت شايفهم مش حاسين بيك ولا قادرين يفهموك. تقعد 90% من الوقت في اوضتك مش عايز تتكلم مع حد، وغالبا لو حصل وتعاملتوا مع بعض بيبقى عشان نور قاطع او موبايلك فصل شحن. خلينا بس قبل ما نبدا الكلام في الموضوع ده نتفق ان اهلك مش جايبينك تخليص ذنوب ولا مبسوطين وانتوا علاقتكم مع بعض مش كويسه. ولو الطريقه اللي بتتعاملوا مع بعض بيها مش احسن حاجه ومش عاجباك وشايف ان هي غلط، يبقى الحل الوحيد انك تواجههم، تلفت انتباههم، تتكلم معاهم بكل هدوء. وخليك فاكر في مصطلحات كتيره انت ممكن تستخدمها وتوصل بيها الكلام اللي انت عايزه، بس من غير ما يتقالك ان انت محتاج تتربى من اول وجديد. عادي ان انت تقول ان انت بتحبش تتقارن بحوض ابن خالتك، وان مش دي الطريقه اللي هيشجعوك بيها، وان من حقك ان هم يثقوا فيك ويحترموا خصوصيتك، وانت كمان ما تعملش حاجه تدغدغ الثقه دي. اعتقد مش محتاجه اوضح في النقطه دي اكتر من كده، واكيد وصلتك. قول لهم ان انت محتاج تاخد الفرصه انك تختار لنفسك، ولو الاختيارات طلعت زي القرف عادي جدا هتتحمل نتيجتها عشان تتعلم تبقى شخص مسؤول. وانت كمان اديهم فرصه يقولوا اللي بيضايقهم منك وحاول ما تعملوش. احنا جايين نوطط العلاقات. علاقتك باهلك هي اهم حاجه لازم تستثمر فيها، تديها وقت ومجهود وتحاول تصلحها وتخليها باحسن شكل ممكن. هم اللي باقيين لك، هم اكتر ناس بيحبوك، هم اكتر ناس عارفين مصلحتك، وهم فعلا اكتر ناس تستاهل الحب. وانت ممكن تستغل الفيديو ده كفرصه ان انت تبعته لهم وتقول كل الحاجات اللي نفسك تقولها، بس زي ما اتفقنا وان شاء الله تظبط المره دي.